في المتاهة المعقدة للسياسة الجزائرية، يتردد سؤال جوهري في أروقة السلطة وعبر الساحة العامة: من يمسك حقاً بزمام الدولة؟ هل هو الرئيس المدني المنتخب المقيم في قصر المرادية، أم هي المؤسسة العسكرية القوية؟ هذا السؤال ليس مجرد سؤال أكاديمي، إنه يضرب في صميم حكم الجزائر واستقرارها واتجاهها المستقبلي. العلاقة بين الرئاسة والجيش هي رقصة باليه معقدة من المصالح المشتركة وترتيب لتقاسم السلطة يكتنفه الغموض المتعمد. اكتسب هذا الاستفسار زخما منذ حراك عام 2019. الحراك انتفاضة شعبية طالبت بقطيعة جذريه مع الحرس القديم المعروف باسم السلطة. كشف الحراك عن رغبة شعبية عميقة في دولة مدنية حقيقية، حيث لعبت المؤسسة العسكرية تاريخيا دور صانع الملوك. اليوم تجد الأمة نفسها تدار من قبل شخصيتين لتين: الرئيس عبد المجيد تبون والفريق سعيد شنقريحة. فهم مني مسكب السلطة يتطلب غوصا في أدوارهما وتواريخهما وتفاعلاتهما. الإجابة نادرا ما تكون مباشرة، إنها لاستثنائية بسيطة تحدد هذه الرقصة الدقيقة الحقبة السياسية الحالية. تولى عبد المجيد تبون رئاسة الجمهورية في ديسمبر 2019 بعد انتخابات شهدت إقبالا ضعيفا من الناخبين واحتجاجات واسعة من حراك الشعب. مسيرتها السياسية هي مسيرة موظف دولة مخضر مجلة النقل في بيروقراطية الجزائر لعقود، بعد أن شغل منصب وزير عدة مراتب، ما في ذلك فترة قصيرة ومضطربة كرئيس للوزراء في عام 2017. كان تبوني نظر إليه على أنه شخصية من داخل النظام، لكنه قدم برنامجا الجزائر جديدة كرئيس. صلاحيات تبون الدستورية واسعة، فهو رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويمتلك السلطة المطلقة على الفرع التنفيذي للحكومة. دوره: توجيه السياسة الداخلية، توجيه السياسة الخارجية، بما في ذلك إصلاحات دستورية وخطة لتنويع الاقتصاد. لكن سياق انتخابه وتأثير المؤسسة العسكرية أثار تساؤلات حول مدى استقلاليته الحقيقية. النقاد يتجادلون: هل قراراته خاصة به، أم تؤثر أو تملى عليه من الجهاز الأمني والعسكري؟ الفريق سعيد شنقريحة شخصية قوية تجسد السلطة المتجذرة للجيش الجزائري. عين رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي في ديسمبر 2019 بعد الوفاة المفاجئة لسلفه أحمد قايد صالح. شنقريحة من قدام المؤسسة العسكرية، نتاج خالص للجيش، وقد ترقى في الرتب على مدار مسيرة مهنية طويلة ومتميزة. خلفيته الأساسية في القوات البرية، وهو معروف بموقفه المتشدد بشأن الأمن القومي والالتزامه الثابت بالدور المركزي للجيش في حماية الدولة. يمتلك رئيس الأركان في الجزائر سلطة هائلة، وإن لم تكن دائما محددة دستوريا. الجيش الوطني الشعبي هو أكثر من مجرد قوة دفاع، قوة سياسية، قوة اقتصادية، نفوذ على الأمن القومي، نفوذ على أجهزة المخابرات، نفوذ على القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية. الفريق شنقريحة بصفته قائدها هو حارس هذه الدولة العميقة. يعمل الفريق شنقريحة من موقع قوة مؤسسية. يمكن وصف العلاقة بين قصر المرادية ووزارة الدفاع بأنها ثنائية معقدة تتسم بمراحل من التناغم المتزامن ولحظات من التنافر الخفي. في الظاهر يرسل كل من الرئيس تبون والفريق شنقريحة رسالة وحدة. يظهر هذا التعاون في الأمن القومي والسياسة الخارجية. مثال: التهديدات من الساحل، التوترات مع المغرب. الرئاسة والجيش يتحدثان بصوت واحد. ومع ذلك تحت هذا المظهر تظهر علامات صراع على السلطة، بل مناورات خفية. مثال: التعيينات، الإقالات داخل الأجهزة الأمنية أو الشركات الحكومية رفيعة المستوى، ساحات معارك للموالين. إدارة الاقتصاد ساحة رئيسية. تبون يدافع عن خطة التعافي. المؤسسة العسكرية تراقب وتضمن عدم المساس بمصالحها الاقتصادية. بالنظر إلى المستقبل، يبدو أن مستقبل الحكم في الجزائر سيستمر على هذا المسار المزدوج، مع بقاء الرئاسة والجيش في علاقة تكافلية ولكن تنافسية. يبدو التحول الكامل إلى دولة مدنية بحتة، كما طالب به الحراك، غير مرجح على المدى القصير. فالمؤسسة العسكرية متجذرة بعمق في النسيج السياسي والاقتصادي للأمة،
لدرجة أنها لا تستطيع ببساطة الانسحاب إلى الثكنات. دورها كضامن نهائي للاستقرار والسيادة الوطنية هو حجر الزاوية في أيديولوجية الدولة. لذلك، فإن السيناريو الأكثر احتمالاً هو استمرار ترتيب تقاسم السلطة هذا مع تحول دقيق في ميزان القوى بناء على الظروف والشخصيات. يظل دور الشعب الجزائري ووسائل الإعلام رغم القيود عاملاً حاسماً في هذه المعادلة. أظهر حراك الشعب أن الضغط الشعبي يمكن أن يفرض تغييراً كبيراً. تعمل هذه اليقظة العامة كرقابة، مهما كانت محدودة، على الممارسة المطلقة للسلطة. في النهاية، سيعتمد استقرار الجزائر وازدهارها على المدى الطويل على تطور هذه العلاقة. يبقى السؤال المركزي: هل سيتمكن عبد المجيد تبون أو خلفه من ترسيخ السلطة المدنية وإنشاء جزائر جديدة ستحدد الإجابة المشهد السياسي للجزائر لسنوات قادمة؟